السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نبداو فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبداو القصة ديالنا اليوم بدون مقدمات. الميساج اللي لقيت عندي هو فيه: السلام عليكم اختي دودو، هادشي اللي غادي نعاود دابا واللي غادي نكتب لك بصراحة ما عرفتش واش اعتراف ولا قصة. المهم قلت ضروري نبارطاجيه معاك باش تحطيه انت في القناة، وهكا يستافدوا المتتبعين والمتتبعات ديالك ويديروا الحيطة والحضر ديالهم. المهم هاد الايام كنا معروضين عند شي عائلة، انا وماما وخويا الاخر والوالد ما عندهمش مع هاد العرايد، ما مشاوش معانا. كنظن ان الاخت شماليه من الهضره ديالها اللي كتكتب بها. المهم مرحبا بنا الشمال معانا في القناه والف مرحبا. المهم ملي مشينا جبرناهم عارضين على شي ناس، سلمنا على كل شي وجلسنا ضاحكين ناشطين، كل شي مزيان. ولكن انا اعوذ بالله من قولة انا فيا واحد الصفة هي الملاحظة، كثرة الملاحظة، وكنقدر نحس الطرف الاخر باش كيحس. بصراحة هاد الشي كيمرضني، وخا هي شيئا ما صفة زوينة. المهم وصل الوقت اللي غادي يحطوا فيه الماكله، كنشوف اللي عرضوا علينا يعني موالي الدار شي كيغمز في شي وكيهضروا بالاشاره. سحب ليهم حتى حد ما شافهم. نط انا بالحس نغصت خويا، قلت له واش كتلاحظ هادشي اللي كنشوف؟ صدرني وقال لي بركه من الوسواس، وهاد خويا ما كيحضيش في مره، كياكل من عند كل شي وكل شي عنده مزيان. شي نهار طيحو كرشو في شي حفره. وبصراحه انا ما نكذبش عليكم، نعلت الشيطان وقلت هذا غير وسواس. ويا سيادي حتى كنتفاجئ، جابت لكل واحد العصير بوحدو، يعني كل واحد بكاسو بوحدو وبكيسان اللي مختلفين، حتى شي كاس ما كيشبه الاخر. انا وخويا وماما بدات بينا حنا الاولين ومن بعد عاد الاخرين. وهي هذيك حطات هذيك الصينيه وبقات كتجيب لكل شي كاس بكاس، كل واحد كتعطيه كاسو في يدو. في ديك اللحظه جاني احساس ديال شي حاجه ماشي هي هذيك، زعما تكون حاطه شي حاجه ولا بصح انا موسوسه. المهم خويا في هذيك اللحظه مشى للحمام، وماما ملا هي كتهضر وانا طلعت معايا السخانه. اش جهدي ما نعمل، جاتني واحد الفكره وفي نفس الوقت جاتني فرصه، وبدلت الكيسان بلا ما يحس بيا حتى واحد. حيت هي في نفس اللحظه مولات الدار مشات تجيب شي حاجه من الكوزينه، يعني داك الشيء اللي غادي نشربه مع العصير. انا بالخف هزيت الكاس ديال الوالده وبدلته بديالها، وديالي انا وخويا بدلته بولادها. وفي نفس الوقت كنقول مع راسي هذا واقيلا غير وسواس، ياك ما نكون عامله الدراما غير بوحدي وما كاين والو من هادشي اللي في بالي. بقيت كنفكر غير بوحدي وراسي دايخ، حتى جا خويا من الحمام وجا صفر، وجهه صفر ومخلوع. قال لي ما تاكلوا ما تشربوا حتى شي حاجه، راه عندك الحق. ملي كنت جاي سمعت هذيك اللي جابت الكيسان بانهم عملوا فيها شي حاجه، وانا وانتي وماما وجوج الاخرين من الناس حتى هما اللي ضيفان هما اللي مستهدفين فينا. في ديك اللحظه انا خواليا الماء في ركابي وقلت له ابيلي حتى سمعني كل شيء ودارو كيشوفوا فيا، وانا نطلق واحد الضحكه زعما راه ما كاين والو. من بعد هو جلس حدايا وقلت له انا بشويه ما تخافش، انا بدلت الكيسان ديالنا. قال لي راه حتى الماكله عاملين فيها، قال لي هادشي ما خدامش، وولادها اللي غادي يشربوا العصير اللي في الاساس ديالنا راه ما عندهم حتى شي ذنب. اجي نقلبوا هاد الطبله وهو كيضحك باش حتى شي واحد ما يشرب ولا ياكل حتى شي حاجه. الله اعلم شنو عامليننا، واش السم ولا ما نعرف. في ديك اللحظه نغزنا الوالده ترد البال، ما تحط حتى حاجه في فمها، وقلنا ليها راه عاملين شي حاجه في الماكله والعصير، وباللي بدلت الكيسان.
الوالدة تصدمات، ما عرفت شنو تقدم ولا تأخر، وقلنا ليها بشوية واش نقلبوا الطابلة باش حتى واحد ما ياكل ولا يشرب، ولا نفضحوا هادشي. وهي بقى حتى ما استوعبت داكشي اللي قلنا ليها، قالت لينا كيفاش غادي تقلبوا نتوما هاد الطابلة. صافي تكلمات وقالت لينا صافي قلبوا باباها هاد الطابلة، واصلا يلاه بحالنا. في ديك اللحظه نضنا بالزربه وعملنا السبه بالوالد، خليناه مريض وسرد لينا ميساج تزاد عليه الحال، وقلنا لهم خصنا نمشيو في اقرب وقت ولا اسرع وقت ممكن. ومن زهرنا كلشي دار كيشوف فينا، حتى واحد باقي ما شرب ولا كلا. وانا بشويه نجرس معايا السربيطه ديال الطبله، والكيسان طاحوا، الماكله عمرات بالعصير، وعملت راسي متاسفه زعما، وانا في الداخل ديالي كنموت بالضحك. في هذيك اللحظه السيده مولات الدار تعصبت وخلعاتني، كانت شويه غادي تلاح تريشني. اصلا هي ملي تزاديت انا ما حملاتني، وانا حتى انا كنبادلها نفس الشعور. صافي لبسنا زبابطنا وخرجنا كنجريو بلا ما نسلموا على حتى واحد. واصلا من الملامح ديال وجههم كان كيبان بانهم عاقوا بلي هادشي اللي درنا غير فيلم، وباللي بالعاني قلبنا الطبله. خويا والوالده حتى هما نفس الشيء، تبعوني حتى هما كيجريو بلا ما يتردوا بلا ما يشوفوا من موراهم. الاخوان هادشي اللي وقع لينا بحال شي فيلم، وانا شخصيا مازال ما مستوعباش شنو اللي طرا لينا، ومازال لحد الان تحت تاثير الصدمه، وما قدراش نطيق هادشي. ما بغيتش نذكر الافراد العائله شكون، من الاحسن بلاش بلا ما يتعرفوا. واللي بغيت نقول لكم انا وخويا وماما فلتنا الحمد لله بمعجزه، وولات عندنا فوبيا حتى من البقال اللي كنتسخروا عنده، ولات عندنا فوبيا من داكشي اللي غادي يشرو من عنده. صافي الثقه ما بقات نهائيا، والثقه مشات في هذا الزمن. يعني باختصار حنا فلتنا، ولكن نتا ولا نتي يمكن ما تقدرش تفلت. رد بالك مزيان شنو كتاكل، ما بقاتش الثقه في حتى واحد في هاد الدنيا. اعرف مزيان عند من كتاكل وكتمشي، وياكم تستهزئوا بالملاحظات ديالكم وداكشي اللي كتحسوا به. راه فعلا في الاغلب الاحيان الحس ديالنا ولا داكشي اللي كنحسوا به كيكون بصح. والله يحفظنا ويحفظكم من كل شر. ردوا البال ردوا البال ردوا البال. المهم كانت هذه هي القصه ولا اعتراف، مهم عرفت شنو غادي نقول لكم. كما قالت هي في الاول ديال الميساج ديالها، واش قصه ولا اعتراف ولا عبره، المهم من هادشي كامل هو ان الواحد يرد باله لداكشي اللي كياكل، وما يثقش في اي واحد بطبيعه الحال، ولو يكونوا من الناس القراب. راه ربما شي مرات كتجينا الدقه من هذاك الناس اللي قراب لينا. شكرا لك اختي بزاف بزاف، حيت ذكرتينا بواحد الحاجه اللي مهمه، اللي هي الثقه ولا انعدام الثقه في العصر الحالي اللي كنعيشوا فيه. وكانت هذه هي قصتي ديال اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم وخديتوا ولو عبره ولا نصيحه بسيطه من هذه الجريده كلها اللي تكلفت السيده وكتبتها لي، ولها جزيل الشكر. حتى نتوما كذلك الا طرات لكم بحال هكا شي موقف بحال هكا اللي خلاكم تفقدوا الثقه، ما نكرهش تكتبوه لي في التعاليق باش هكا الكل يستافد معاكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه والاستماع. ما تنسونيش باللايكات ديالكم، كنتسنى كذلك التعاليق ديالكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في صحه وعافيه.